السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة موروكان فيرال. ضيفنا اليوم هو أسطورة البيع والشراء ومحترف الماركتينج، صاحب أجمل ضحكة شريرة في العالم، محبوب الجماهير وصاحب أكبر جيش نساء في العالم، يوسف إشفاق، والملقب بالشر أو الشرير، أفضل بائع لمستحضرات التجميل في المغرب. النساء يتهافتون عليه من جميع أنحاء المملكة، والأعداء يترصدون له من بعيد، لأن أثمنة السوق وقعت بسببه. لقد استعمر عالم المكياج بسبب ثمنته الخيالية وضحكته الشريرة. حشود كبيرة من النساء تنتظره أمام محل عمله، الجميع يريد أن يشتري المكياج بهذا الثمن الخيالي ويسمع ضحكته الشريرة. يعتبر يوسف واحد من الشباب المكافح والمناضل، حيث أنه قبل الشهرة كان مستقر في حياته وبعيد كل البعد عن ما يفعله الآن، ولكن قدر الله وما شاء فعل. تعرض صديقنا يوسف لحادثة سير وفقد وظيفته، وتخلى عنه أغلبية من يعرفه من أصدقائه، ورغم ذلك نهض من جديد وفتح عمله الخاص، واستطاع بمشيئة الله أن يبدأ من الصفر ويربح محبة الناس إليه، وأعطنا درسا في عدم الاستسلام. أما شي واحد اللي يحسبقاش مع هادشي، واش عندي جيش ولا لا؟ جيش ولا لا؟ جيش ولا لا؟ جيش ولا لا؟ كلشي فابور، كلشي فابور. ناري إنه ليس فقط بائعا ماهرا، ولكن أيضا صاحب قلب أبيض ومبدع وقدوة للشباب، وهذه قصة كفاحه بصوته. ورغم شوف هادشي اللي ندار معاك، قرب الناس انا ندار معاهم بصراحه. إشفاق شاب مكافح، خدام بخير ولا خير، ديبلوم ديالو ود عائله، كان عايش ديال بصح. راه الناس يطلعوا الاناسيل اللي كيعرفوني راه عارفين كلشي عارف اش كاين. كان من الناس اللي كنت خدام بخير، حياتي بخير. تعرضت لواحد الحادثه كسيده اللي كتب على شي واحد، راه رجلي كلها حديد، راه عندي اعاقه حركيه في رجلي، الحديد في رجلي في كلي مدقدق. هادشي كتبوا الله صافي، ما بقى حتى شي حل اخر في الحياه. انا ما مولفش نطلب، ما مولفش نمد. صافي كتب عليا الله هاد الحادثه، خرجنا اخويا كندبروا على راسنا، درنا اخويا طوي بلادي في دربنا، واخا اختي واحد الدقيقه، درنا طابله اخويا في دربنا على دارنا، معنا اخويا عايشين ومعيشين معنا ولاد الناس. وهادشي اللي طرا ليا يقدر يطرا لاي واحد. 3 سنين ديال المعاناه، عامين ما كنوضش، غنجوات القضبان، عامين ما كنوضش نوقف، عام ديال الترويض. هادشي راه غندوسي ودوكا نوري الناس يتخلعوا وكيفاش باقي واقف وكنكافح. لا اله الا الله محمد رسول الله. راه قصه كفاحه والله العظيم، الا قصه كفاح. انا نهار بغيت نبيع ونشري في الزنقه، راه حطيت وما راديش، كنبكي نقول شوفي كنت وشوفي وليت. وعندي ورقيه وعندي هذه، ونطلب نخرج نطلب، انا نخرج نطلب وتجي معايا، ولكن انا ما مولفش داكشي. الناس عارفين، عارف العياقه وهادي، خدمه بوست طوموبيل ود عائله. راه الظروف من صافي، حكمت على الظروف. صافي 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 صافي. خصوصا حنا ما كنرضاوش كنمدوش يدينا، كنخدمو، كنعرفوا شحال سميتو الخدمه والمعقول. راه هادشي علاش دابا كيضربوا فيا وباغيين يطيحوني، حيت كنخاف الله. كندير تجاره معقوله وكندير المعقول مع الناس، ما كاين لا تغانيش لا والو. ورغم كل هذا إلا أن ما زال صديقنا يوسف يتعرض للعديد من المضايقات، منها من يقول إن المنتجات منتهية الصلاحية، والتي أظهر لنا في العديد من الفيديوهات تاريخها، كما إنه يقول إن لا أحد من زبنائه اشتكى قبل من جودة المكياج الذي يبيعه. وأيضا تعرض يوسف العديد من المرات للسرقة والنهب وتخريب مكان عمله، وهذا يدل على حقد بعض الناس والأعداء الذي تصادفهم وأنت في طريقك للنجاح. شوف اخويا، انت
هانت الروايح مشفورين، كراطن كاينين والروايح ما كاينينش. هانت اخويا، هانت شو كيردو السلعات، باكات هرسوهم. شوف هادي حالة هادي اصاحبي، عيب هادشي عيب. شوف شو داروا ليا. شوف هادي تاهي ما كايناش ريحتها. شو انت شوف باك شتو ديال مسك طهارة بقى هو الريح. هانت شوف شوف الريوصل فينا. شوف اش داروا لينا هاد الناس. شوف راسك كاع مشى ليا. شو انت الله ما كاينينش. شوف هادي حالات، هادي حالة. شوف السلعة كي داروا ليها. حشوم عليهم اصاحبي، كندير معاهم المزيانة صاحبي. الله يا خويا حشوم عليهم. شوف الطابلة تا هي هرسوها. شوف الطابلة تا هي يا خويا. شوف من هرسوها. شو انت ايوا صاحبي كنديروا معاكم المزيانة. لا أعرف لماذا يقوم الناس بهذه الأفعال، ولكن نتمنى لأخينا يوسف الصبر، وأن يكمل في نجاحه وتحفيز الشباب والباعة في الأسواق الشعبية، وأن يحافظ على ابتسامته التي اعتدنا عليها. وفي الأخير، إذا أعجبك الفيديو أتمنى أن تشترك في القناة وتكتب لي الضيفة التي تريده في التعليقات. خانقهم هذا وخانقهم بلاتي وبلاتي عيب. ليش نشيخ؟ نعم يوسف عطيني حدومه. بلاش شحال غوتو شحال فابور